ما وجد الرجل تحت الشجرة إلا قبرين، فأدرك أن هذا الطفل يعرف أن الموت ليس انقطاع وإنما هو انتقال ولا ينقص العدد. الموت ما هو فناء ولا زوال، هو انتقال من ضفة إلى ضفة، من عالم إلى عالم. الميت ذهب إلى ربه والله أرحم بنا منا، وهذا معنى جميل. تذكر الموت إذا كان معتدل ما هو بشيء محبط ولا سلبي، هو يعيننا على استثمار الحياة بشكل أفضل وعلى تجاوز التوافه وعلى التسامح. الموت يذكرني بثلاثة أشياء: أولا ماذا سألقى الله به، اثنين ما الإلهام الذي سيذكره الناس من بعدي، ثلاثة كيف أعيش سعيد ومنتج. اللي رحلوا ما انقطعوا عنا نهائيا. الله سبحانه يقول ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، والميت قد يتألم لبكاء أهله عليه. الموت وصال مع الأحبة اللي سبقونا، ولهذا معاذ رضي الله عنه لما حضرته الوفاة كان يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. البعض يبالغون في الحديث وتصوير ألم الموت، بينما ابن حزم رحمه الله له رسالة ينفي فيها أن يكون للموت ألم، وكذلك ابن مسكويه. القرآن الكريم لم يذكر الألم للموت وإنما ذكر السكرة، وجاءت سكرة الموت بالحق. السكرة مثل الغيبوبة مثل النوم، إنما ذكر الله الألم للكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن روح المؤمن تسل من جسده كما تسل القطرة من فم السقاء، يعني من فم القربة، وهذا دليل على التيسير. الموت المؤلم الحقيقي هو أن نعيش بلا هدف، أو أن نعيش بعيد عن الله سبحانه، لا نظفر بلحظات مناجاة وقرب منه. خوف المفرط من الموت والقلق العصابي سبب عدم فهم الموت بشكل صحيح، أو عدم وجود أسرة منتظمة وأصدقاء أوفياء في حياتنا. ليس المطلوب أننا ننسى الراحلين، ينبغي أن نذكرهم بخير ونثني عليهم بما هم أهله وندعو لهم ونتصدق عنهم. صباح اليوم رحل إلى الدار الآخرة أخي بدر بن فهد العودة، أسأل الله أن يرحمه ويدخله الجنة ويربط على قلب والدته وأخواته وإخوانه. لا تنسونوا من دعواتكم، تقبل الله منكم، وسخر الله لكم من يذكركم بخير في حياتكم وبعد مماتكم، وشكرا لكل من عز أو واسع. تمم بن نويرة شاعر رثى أخاه وقال وكنا كندماني جذيمة برهة من الدهر